حماده هلاقي فيلم من السينما قريب ان شاء الله في السينما باذن الله. مين؟ تفاصيل يعني هو في فيلم طبعا كان فكره حلم العمر الجزء الثاني، بس انا حسيت ان هي هتطول شويه اكتر. محتاجه فورمه. لا مش مع الفورمه موجوده. الله. طب ورينا حاجه، طيب ورينا. اوريك يعني عيب يعني. قريب من قلوب الكبار والصغار لما تسمع صوته وهو عم بيحكي او عم بغني، له هويه خاصه لازم تعرفه دغري. متميز بضحكته الطبيعيه البريئه، من احلى اغانيه دموع، حلم العمر، محمد نبينا، روح الروح. خلينا نرحب سوا بالفنان المتميز لجائزه لجنه التحكيم الخاصه لصاحب الضحكه الخلابه النجم حماده هلال. ألف مبروك، تستاهل الجايزة. حماده، أول شيء شو بتقول لكل الناس اللي صوتوا لك؟ والسؤال الثاني، شو الأعز على قلبك؟ أكيد الغنى يمكن لأنه بدايتك كانت بالغنى، بس وين بتحس المسؤولية أكبر؟ بالغنى ولا بالتمثيل لحماده يعني؟ يعني الاثنين مسؤوليه في كل الاحوال. يعني انا عايز اسلم عليكم الاول، منورين 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 كل الحبايب والاساتذه واساتذتنا ونجومنا منورين. فالاثنين طبعا مسؤوليه كبيره. انا بالنسبه لي طبعا هو التمثيل فيه مسؤوليه اكبر، ان انت بيبقى عمل كبير ونازل في وقت مليان، يعني بتبقى المنافسه صعبه قوي، وبالذات في شهر رمضان لما يكون مسلسل او فيلم، فبيبقى الموضوع صعب، وبيبقى المسلسل باسمك وانت الاغاني ممكن غنوه تنجح وغنوه تيجي بدلها وغنوه بقى. يعني عادي، يعني ممكن غنوه، ممكن الواحد يقعد يعمل اغاني كتير ما تعملش نجاح كبير، وتلاقي غنوه تيجي كده من غير وانت مش واخد بالك تبقى هي النجاح. لكن انا بحس ان التمثيل لا، بالنسبه لي انا اصعب قوي. وانت ناجح في اثنين، والف مبروك الجائزه. بس طبعا قبل ما تنزل حنسمع اغنيه. لا حنسمع، ما فيش نازله من المسرح. اتفضل. اغني وفي طب نقول، احنا ممكن نقول الغنوه اللي لسه نازله دلوقتي. وببارك لكلكم يا جماعه، ببارك لكم على نجاحكم الكبير ومنورين وكل سنه وانتم طيبين. طب نقول ايه؟ شكرا ليكم. لازم نسمع الناس الحلوه، نسمع الناس الحلوه، مقطع صغير. الناس الحلوه هم. عزيز تطلع تاني يا عزيز، عزيز. ما نسمعش الناس الحلوه. عزيز شكرا ليك تاني اللحن الحلوه. انت طالع رايح جاي؟ الناس الحلوه انت رايح جاي. الناس الحلوه اللي بتتشال على الراس، الناس الجدعان بس. الناس الحلوة وكمان الناس الحلوة اللي بتتشال عالراس، الناس الجدعان بس دايما بتشوف وتحس وتقدر قيمة الناس، بيصفوا النية من اللحظة الأولانية، ترتاح أول ما تشوفهم وكأنك كنت عارفهم. بيصفوا النية من اللحظة الأولانية، ترتاح أول ما تشوفهم وكأنك كنت عارفهم. دول اللي يصونوا العشرة، مش قشرة وكالة منجية. السلام عليكم. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا.